سلام حبوباتي، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير ولا خير. قبل ما نبداو الفيديو تاع اليوم نصليو الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام. حبيت نبارك لكل الناجحين شهادة التعليم المتوسط، نقول لكم الف الف مبروك. ربي يفرحكم كتر وكتر ويزيدكم من فضله وتفرحوا كامل ان شاء الله. وكما العادة ما خليتش مناسبة تفوت، جبت لكم قريوش الضفارة بنين ويجي قرمش ويدوب في الفم. خليكم معايا تشوفوا طريقة سهلة وبمقادير مضبوطة وتنجح لكم من أول مرة. نبدأ على بركة الله. لهنا عندي 4 كيلات فرينة مع كيلة زبدة دايبة. أنا درت 4 كيسان بكاس زبدة تكون دايبة وشوية وتكون باردة. مغرفة صغيرة هكا على النص ملح، نص مغرفة ملح ونص مغرفة خميرة تاع القاطو كما تشوفوا. وفي بول درت عظمة ودرت هذا عطر الزهر. ما عنديش الفاني، كنت درت الفاني مع الفرينة. كي ما عنديش درت عطر الزهر مع ماء الزهر باه يزيد يقوى الريحة تاعو. ودرت مغرفة صغيرة معمرة كما تشوفوا خل ونص مغرفة خميرة. خلطتهم مليح مليح في بعضاهم ونبل مباشرة. قلت لكم عظمة، ماء الزهر، مغرفة خل، مغرفة صغيرة خميرة وعطر ماء الزهر ونبل. لهنا ما كفاتنيش الكمية اللي درتها، نزيد نكمل بالماء الزهر حتى نتحصل على عجينة تكون ماشي طرية بزاف وماشي يابسة، تكون حاكمة روحها العجينة. نبلها كما تشوفوا ونعجنها شوية برك، ما نعجنهاش بزاف. في البلة بعد نعجنها شوية. شوفوا لهنا ما كفاتنيش، راني زدت ماء الزهر برك حتى نتحصل على عجينة حاكمة روحها، ما هي طرية ما هي يابسة. شوفوا هاي النتيجة. حطيتها في كيس بلاستيكي وخليتها تبات ليلة بكل في الفريجيدار. نغطيها مليح ونخليها. لأن تحبوا تشكلوها قرصات، أنا خبيتها كيما راهي حتى الغدوة. جبتها خليتها ترتاح نص ساعة وبديت نخدم فيها. خليها ترتاح نص ساعة، تبات ليلة بكل في الفريجيدار وخليتها تبات نص ساعة عفوا تركح نص ساعة برا. وبديت نخدم كما تشوفوا. درتهم 3 قرصات شكلتهم ونبدأ نخدم. القرصة قسمتها على 2 شوفوا خليتها تركح ونبدأ نخدم. لهنا الخبزة نحلها بالحلال شوفوا باش يعاوني في الطريحة. قسمت العجينة باه تجيني تاني ساهلة كي نعود نخدم فيها. نحلها لهنا مازالت شوية خشينة، نزيد نحلها نعقبها على النمر رقم 1 ونزيد نعقبها نطرحها على نمر 3 لهنا او على النمر 3 وباش نبدأ عملية التوريق. شوف لهنا هاي على النمر قلت لكم 3 وبعد نحكم العجينة كما تشوفوا. ندير لها شوية نشا، ما نكتر لهاش بزاف، راني نخدم بالنشا بصح ما نكترش بزاف. نطبقها لهنا على 2 كما تشوفوا. ومن بعد نزيد ندير لها شوية نشا ونزيد نقسمها على 2 ونزيد ندير لها شوية نشا ما نكترش غير بشوية. وروليها على 2 مرات. شوفوا 1
وندورها نزيد نكمل على 3. هذه هي عملية توريق. شوفوا، ونخليها ترتاح ونكمل العجينة الأخرى بزمان ترتاح. لهن بعد ما ارتاحت لي نبدا نخدم العجينة، نحلها كيما تشوفوا، نحلها قد بالطول، تجيني لهنا قد الورقة اللي خدمتها. دوك نعطيكم المقياس تاعها، ما يجينيش فيها الحواشي بزاف. شوف لهنا حليتها، نعقبها على النمر 1 وباش ونخدمها بشوية نشا، نعقبها على النمر 1 ومن بعد نزيد نعقبها على النمر 3 وآخر حاجة على 5. قلت لكم للمرة الثانية نديرها نمر 1 ونزيد نفوتها على النمر 3 ونزيد نفوتها على النمر 5. هذه على 5. ونبدأ نخدم. لهنا انا حكمت الورقة هذه، درت 18 على 8 ونبدا نخدم. شوفوا العجينه كيفاه جاتني قد نتحصل غير الحواشي شويه، ما نديرهاش عريضه بزاف باه تجيني سهله الخدمه. درتها على الطريقه هذه. قلت لكم من نمرو الطول تاعو 18 على 8 وندير هادو المستطيلات ونجيب الجراره تاعي وندير خطوط عشوائيه برك. شوفوا نحي الحواشي هذه بالجراره باه نتحصل على شكل يجيني مليح. حتى نكمل الكميه. شوفوا لهنا قلت لكم نحكم المستطيل الاول، نبدا نقسم فيه كما تشوفوا. في النص برك ما نقيسش الحواشي، ما نقيسش منه غير في النص ندير خطوط عشوائيه برك. نحاول غير نخلي في النص ومن بعد نطبقها على 2 ونزيد نطبقها على 3 ونقفل البلاصه هذيك اللي شفتوني من كذا، نقفل فيها مليح ونحكم نوقفها وندخلها في النص ونجبد نتحصل على الضفاره كما تشوفوا. من بعد نحكم الحواشي هذوك نخيطها كما نقول، نقفلها مليح ونعدلها بالموس. وها هي النتيجه. شوفوا مره ثانيه درت خطوط هاهم عشوائيه لا حساب لا والو، يعني درت عشوائيه ما حسبت ما والو. نحاول ما نخرجش على الحاشيه. قسمتها على 3 لضيت فيها على الحواشي ودخلت العجينه في الوسط ونكسلها شويه ماشي بزاف باه ما يتقطعوليش، ونقسمها. نعدل الحواشي مليح نقسمها، زيد نخيطها مليح باش كي نقلي ما تحليش. وهاي النتيجه. انا كملت لهنا كما شفتوني. حطيت الزيت يسخن على نار ما تكونش قاويه وما تكونش دليله بزاف باش تتقلالي تانية مليح. ما نحبهاش قاويه باش تتقلالي ما تبقاش عجينه. ونبدا نقلي الحبات تاعي كما تشوفوا. نجيب عود، انا درت بالعود الشوا، نحاول نحلها غير بشويه برك. شوف غير بشويه برك ما تحليش بزاف، طمكش وحده كي كثرت عليها يتحلت لي شويه برك. شوفوا نكب عليها الزيت بالمغرف ونخليها تقلى تحمر لي شويه برك ونحيها. لهنا كل واحد كيفاش يحبها، تجي دوغي شويه برك ولا تجي دوغي قاويه كما تحبوا. لهنا انا خليتها شويه شهبه باه تجي مليحه. شوفوا الحبه دي كي كثرت عليها تحلت لي شويه. ساهل وبنين على الكيف وما في الشكل بعد ما شاء الله. نكمل كامل الكميه كما تشوفوا. وهاي النتيجه ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش ديروا لي حباباتي جام و
واللي يدخلوا عندي جدد نقول لكم مرحبا بكم، وفي الملتقى إن شاء الله.